ازيكم يا كتكيت عاملين ايه؟ هحكي لكم النهارده قصه البطه بطبوطه وهي بتنصح ولادها ان هم يبقوا جنب بعض. ده بيت البطه. خرجت بره هي واولادها وكانت بتقول لهم خلي بالكم من بعض وما تبعدوش، وفجاه لاحظت ان ابنها مش موجود. قعدت تجري تجري وتصوت علشان تشوف ابنها فين، وابنها كان ماشي على مهله وبيتسحب، وفجاه ظهر 3 ضباع. ده حلو قوي الكتكوت ده، انا هاكله على قطمه واحده. لا يا عم، انا هاكل منك حته، انا مش هسيبه لك اصلا. ايه ده، وانا مش هتدوني حاجه ولا ايه؟ لا. والبطة الصغيرة كانت ذكية ولقيتهم هما التلاتة عايزين ياكلوه. قامت مشغلة دماغها وقالت لهم أنا رايحة أجيب كنز، تعالوا معايا أوريكم الكنز اللي أنا رايحاله، وهتلاقوا هناك أكل كتير، خليكوا واقفين عند الشجرة دي وما تتحركوش. أتاري هي عاملة كده عشان مامتها تيجي، وفجأة مامتها جت وهي وباباها، والضباع فلسعت وفضلت تقول له انت كده غلط، وخدت ابنها في حضنها وقالت له يا حبيبي انا كنت مخضوضه عليك. قال لا ما تخافيش عليا يا ماما، انا عارف انا بعمل ايه كويس، ولما لقيتهم هجموا عليا جيت لكم. وبعد كده بابا ومامته خدوهم في حضنهم وخلصت الحدوته على كده.